السلام عليكم وأسعد الله مساءكم وصباحكم. في أواخر العشرينات في دخولنا لعصر 2024 تطور القانون المصري ليصبح قانونا صارما في القضايا التي تتعلق بالقضايا الجنسية ومن أهمها قضايا التحرش. وفي مصر الآن تعد عقوبات التحرش الجنسي من عقوبات المشددة التي تهدف إلى حماية الأفراد خصوصا النساء من أي أفعال غير لائقة أو غير مناسبة لها. وقد نص القانون العقوبات المصري على عدة مواد تتعلق بالتحرش، حيث يتم تحديد العقوبات بناء على نوع الجريمة وظروفها. وفقا للقانون المصري، التحرش الجنسي وهو رقم 1 يعرف بالتحرش الجنسي كأي فعل غير مرغوب فيه ينتهك من خلاله خصوصية الشخص الآخر، ويشمل اللمس أو التلميحات أو الكلمات المسيئة. يعني القانون الجنسي الأول اللي هو التحرش الجنسي، يكون التحرش الجنسي متى يكون عندما يحصل باللمس أو باللفظ أو بالتلميحات، ويعاقب على هذا الفعل بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 3000 جنيه مصري أو العقوبتين معا فيما أعلى. أما التحرش في الأماكن العامة، إذا وقع التحرش في مكان عام في ميكروباصات أو أتوبيسات أو مكان عمل أو مكان مؤسسة أو تجمع أو أي حاجة، فإن يعاقب المتحرش بالحبس مدة قد تصل إلى 2 عام بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تعدي هنا إلى 15,000 جنيه. تالت نوع من التحرش هو التحرش بالأطفال، وهي تحرش نوعا ما أكثر أنواع التحرش المنتشرة في البلاد الغربية. والتحرش بالأطفال في حال كانت الضحية طفلا يتم فرض عقوبات أشد تصل إلى السجن لفترات طويلة قد تصل إلى 10 سنوات فيما أعلى، وغرامة مالية أيضا فيما أعلى، ولكن لم يتم ذكرها هنا في النص الصحفي. 4 التكرار والظروف المشددة، إذا كان جاني قد ارتكب نفس الجريمة أكثر من مرة، أو إذا وقع التحرش في ظروف مشددة مثل القيام الجانبي للتحرش بالمرأة القاصر أو فاقدة للوعي، يعني اللي فقدها الوعي اللي هي شاربة بنج مثلا، أو واخدة منوم، أو غصبا عنها واخدة منوم أو كده لظروف ويعني إيه ضحك عليها يعني، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة مالية أيضا. وهذه تكون 4 قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي والتحرش بالأطفال والتحرش تكرار التحرش والظروف في الظروف المشددة والتحرش في الأماكن العامة. وفي الآخر تهدف هذه العقوبات إلى الحد من التحرش وتوفير بيئة آمنة للأفراد خاصة النساء في الأماكن العامة والخاصة. إذا حصل لك أي حاجة من دول، أو إذا تأكيد أمان لأي بنت أو أي ست يعني عموما، إذا حصل تحرش ليك، تحرش جنسي كان تلميحا أو لفظا أو كلاميا أو لمسيا، صوريه وروحي لأقرب اسم واعملي ضده قضية عشان تحافظي على شرفك. وانت تعرفي ان القانون المصري اصبح حديثا يهتم بالمرأة بأي وقت آخر. وأتمنى أكون أفدتكم في هذه الحلقة.